السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن علاج النوكاسل. فيروس النوكاسل يا جماعة فيروس يعد من أخطر الفيروسات اللي بتصيب مزارع الدواجن. النهاردة إن شاء الله بإذن الله يعني هنتكلم عن علاجه وإزاي تتعامل معاه. أولا العلاج يا جماعة بينقسم لقسمين، قسم بيطري وقسم تربية. وعندي أهم حاجة يا جماعة لعلاج أي فيروس أو عشان تاخد نتيجة محترمة، العلاج اللي هتنزله لأي فيروس هي التربية. التعامل مع الفيروس في العنبر، التعامل الحقلي ده أهم حاجة، أهم من العلاج، أهم من أغلى علاج هتجيبه. أهم حاجة تظبط عنبرك. الفيروس النكاسل بيجي بطريقة غريبة، يعني ممكن يجي مثلا بطريقة عصبية أو الأعراض بتاعته تشوفها حالات عصبية. ممكن يجي حالات تنفسية زي صرخة آه، مثلا. ممكن يجي معوي بالحاجات اللي هي الإسهالات المعوية وتلاقي الفرخ بقى أخضر من ورا. الليلة دي كلها ماشي. طبعا احنا اتكلمنا في حلقة سابقة قبل كده، ولو انتم محتاجين ان احنا نتكلم عن الفيروس نفسه يعني او تخصصاته او كده، ممكن تبقوا تكتبوا لنا في التعليقات واحنا نحكي لكم عنه. النهارده الحلقة دي عشان العلاج. المهم يا سيدي، لو لا قدر الله جات لك اصابة بفيروس النيوكاسل، ازاي تتعامل مع فراخ؟ اول حاجة يا جماعة، انا عايز نظافة للفرش. تزود فرشة جديدة. لو عندك فرشة قديمة فيها حتت مش حلوة أو كده، تشيلها وتحط لي فرشة جديدة. تاني حاجة التهوية، تزود التهوية. تالت حاجة أو رابع حاجة تزود لي التدفئة، تعلي درجة الحرارة. والتعامل ده على فكرة مع أي فيروس لا قدر الله يجي لك في العنبر، هو كده تتعامل معاه. تعلي درجة الحرارة درجة أو اتنين على حسب المطلوب. ما تخليش فراخك تتجمع. كمان تزود التهوية شوية، سواء بتزود من بتهوي مفتوح أو بتهوي عن طريق الشفاط مغلق. يعني لو بتهوي مغلق تزود سرعة الشفاط، أو تزود قدرته، أو تقلل عدد دقايق الوقف معاك، وتزود وقت التشغيل. تمام، دي أهم حاجة. بعد كده عزل المصاب، أي فرخ مصاب أو تشك في حالة الإصابة تعزله من العنبر، ودي أهم حاجة عندي، تعزل المصاب. كمان رش المطهرات من أهم الأسباب نجاح الدورة أو نجاح العلاج معاك أو السيطرة على الفيروس نفسه إنه ما ينتشرش في العنبر. رش المطهرات ده بيكون عبارة عن، هتجيب بتادين أو يود لو حتى لو بشري، فوركونيس بيطري، هتجيب أي مادة مطهرة مش سامة، هتحط منها 10 سم للتر وترش 3 مرات في اليوم. ما تغرقش الفراخ، يبقى في جو العنبر هو هينزل على الفراخ وهينزل على الفرشة، بالتالي يقدر يحد معاك من انتشار الفيروس. دي حاجة مهمة جدا. ده بنتكلم كده على الشق اللي انت هتعمله في التربية. كمان يا جماعة، قلنا عزل المصاب، رش مطهرات، تظبط التهوية، تظبط الفرشة، تزود التدفئة. تمام، مية مية. لو ان شاء الله باذن الله ظبطت الموضوع ده كويس قوي، بعد كده هندخل على الشق العلاجي. في اي علاج هتنزله ان شاء الله باذن الله الفراخ تستجيب ليه معاك. انما لو ما سيطرتش على الشق ده، بقت فراخك مكتومه، الفيروس هيزيد. بقت فراخك مسقعه، الفيروس هينشط معاك. لو بقت الحراره قليله هيبوظ لك الدنيا. فلازم الموضوع ده اهم حاجه عندي، موضوع التربيه. لو ما حافظتش قوي في الموضوع الحقلي والتربيه وتعاملت معاها صح، الوضع هيبقى خطير معاك. ومهما تنزل علاجات ومهما تكلف، هتفضل المشكلة ملازماك والخسائر هتكون أكبر وكل يوم عن يوم. وأهم حاجة من ده كله إن أنت تلاحظ الموضوع ده بدري. نيجي بقى لشق العلاج. العلاج يا جماعة، في ناس بتقول لك لا ما تنزلش مضاد حيوي والكلام ده. لا، الكلام ده غلط. خلينا بس إيه ناخده واحدة واحدة. أول حاجة لازم تعملها، تبعد عن الأحماض سواء أمينية أو عضوية. عن الخل ما ينزلش للعنبر. كمان مضاد السموم ممنوع تنزل في فترة الإصابة بالفيروس. ليه؟ لأن الفيروس نفسه بينشط في جو حمضي، فأنت لو اديت أي حاجة فيها أحماض هتزود من نشاط الفيروس معاك. كده تبقى أنت حققت له بيئة خصبة مناسبة ليه إنه يتعايش فيها. يبقى أول حاجة تعملها تبعد عن أي حاجة فيها أحماض، منشط الكبد، الخل، الأحماض الأمينية أو الأحماض العضوية، تبعد عنهم تماما. هتبدأ معاك لازم تحط مضاد، لازم تحط رافع مناعة كويس. كمان فيتامين سي مهم جدا. فيتامين هي سيلينيوم، غسيل الكلى، الحاجات دي تكون شغال بيها.
اول 48 ساعة ل 72 ساعة او 73 ساعة، المهم يعني، او قبل اول يومين او 3 ايام تشتغل بالحاجات دي. بعد كده هتشتغل بيهم 12 ساعة رفع المناعة، فيتامين سي او هيسيلينيوم الحاجات دي. وبعد كده تدخل معاهم بمضاد حيوي. والمضاد الحيوي المناسب في الظروف دي بتشتغل على حاجة ما بتشتغلش معاك على الكلى ومش تقيلة، زي مثلا السيبرو حلو قوي، التيلوزين. واوعك تسمع لحد يقول لك ممنوع تنزل مضاد حيوي طول ما عندك فيروس. لا، بعد 48 ساعة من رفع المناعة وان انت تحافظ على الجهاز المناعي لازم تدخل مضاد حيوي. اول حاجة علشان الفرخة بتبقى الجهاز المناعي للفرخة بيبقى انهك قوي وانهك جدا وما عادش قادرة، فبتنشط معاك الميكروبات، ولو نشطت الميكروبات في وجود فيروس المشكلة هتبقى كارثية. خد بقى سي ار دي وخد اسهالات والفراخ هتخس وتنشف معاك والوضع هيبقى سيء وكارثي. يبقى اول 48 ساعه بس اللي ما بتنزلش فيهم مضاد حيوي. بعد كده لازم تدخل مضاد حيوي. وقلنا على المضادات الحيويه اللي بتشتغل، بلاش الدوكسي، بلاش الاوكسي، بلاش اموكسي، بلاش الحاجات اللي هي بتاثر على الجهاز المناعي وبتاثر على الكلى. وكمان بتقلل معاك في شرب الميه وبتقلل معاك في الحيويه وهتزعلك وبتزود النافق. سبرو ممتاز جدا. لو بقى سبرو نميسين هيبقى محترم جدا. سبرو التيلوزين، تلميكوزين، فيسفوميسين حلو برضو كويس. تدخل عندك اللينكو محترم جدا، لينكوميسين هيمسك معاك معه التنفسي. الحاجات دي اللي تقدر تشتغل بيها في وجود اي فيروس مش النيوكاسل بس. يا رب النهارده كده نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة، معلومة مهمة. أتمنى إن اللي سمع الحلقة يعمل لها شير، يعمل لها لايك، يوصلها كمان. إن شاء الله بإذن الله تعالى دايما هتبقى موجودة الجايزة بتاعت الشخص اللي هو أكثر تفاعلا على الصفحة، أكتر واحد بيشير البوستات، وأكتر حد بيتفاعل مع الحلقات. وإن شاء الله بإذن الله الجايزة برضه هتوصله لحد عنده، وهنتواصل معاه ونختار الأكثر وهنوصل له جايزته لحده إن شاء الله بإذن الله تعالى. كده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن علاج النكاسل. فيروس النيوكاسل يا جماعة فيروس يعد من أخطر الفيروسات اللي بتصيب مزارع الدواجن. النهاردة إن شاء الله بإذن الله يعني هنتكلم عن علاجه وإزاي تتعامل معاه. أولا العلاج يا جماعة بينقسم لقسمين، قسم بيطري وقسم تربية. وعندي أهم حاجة يا جماعة لعلاج أي فيروس أو عشان تاخد نتيجة محترمة، العلاج اللي هتنزله لأي فيروس هي التربية. التعامل مع الفيروس في العنبر، التعامل الحقلي ده أهم حاجة، أهم من العلاج، أهم من أغلى علاج هتجيبه. أهم حاجة تظبط عنبرك. الفيروس النكاسل بيجي بطريقة غريبة، يعني ممكن يجي مثلا بطريقة عصبية أو الأعراض بتاعته تشوفها حالات عصبية. ممكن يجي حالات تنفسية زي صرخة آه، مثلا. ممكن يجي معوي بالحاجات اللي هي الإسهالات المعوية وتلاقي الفرخ بقى أخضر من ورا الليلة دي كلها. ماشي. طبعا احنا اتكلمنا في حلقة سابقة قبل كده، ولو انتم محتاجين ان احنا نتكلم عن الفيروس نفسه يعني او تخصصاته او كده ممكن تبقوا تكتبوا لنا في التعليقات واحنا نحكي لكم عنه. النهارده الحلقة دي عشان العلاج. المهم يا سيدي، لو لا قدر الله جات لك اصابة بفيروس النيوكاسل ازاي تتعامل مع فراخ. اول حاجة يا جماعة انا عايز نظافة للفرش. تزود فرشة جديدة. لو عندك فرشة قديمة فيها حتت مش حلوة أو كده تشيلها وتحط لي فرشة جديدة. تاني حاجة التهوية، تزود التهوية. تالت حاجة أو رابع حاجة تزود لي التدفئة، تعلي درجة الحرارة